عطيتك الاسمنه راه ما غاديش تنعس، خليك غير في هادشي. ما باغيتش الناس، عطيني والله ما باغي الناس. راه كاين دواء مثلا الكابوميكسيتيكس 200 ملغ بالضبط كيدير 53391 درهم هنا في المغرب. في المغرب 53000 5 المليون و60 الف ريال. وشحال كيدير بلاصه اخرى؟ في الهند كيدير 800 درهم. عاودي عايز عافاك. في الهند يدير 800 درهم 16000 ريال. وهنا في المغرب 5 مليون و60 الف ريال. علاش؟ تنقول لك انا حنا المعركه اللي كل شيء واخد هذه المعركه. علاش نقول معركه؟ هذه سرقه، هذا افتراس. هذا ايوا راه بيتاز قال لك شركات تفترس. راه خص هذا يوقف عليهم عاوتاني شنو كيفترسوا. يعني هذه المعركه ديال انك تربح في المحكمه لان قبل منها في 2009. شكون هاد اللوبي يا عزيز؟ ما بزاف. لا حيت انا نعطيك اكثر من شوف. اول البارح صدفه كنطيح في واحد الحوار ديال بن كيران مع الجزيره، وبقيت كنسمع له كنعاودو، وصلت لهذا المقطع قال له على وزير الصحه ياخذوا معركه ضد لوبي الادويه. ما كياخذوا معركه لا والو على الحسين الوردي. لا الحسين الوردي براسو قلبنا استمع الكلمه. نعطيك مثال ديال الوردي. انت جبتي الوردي في الدواء ديال ليباتيت سي ديال سوليبيفير. ما كانش عارف هو كاع لا سوليبيفير لا والو. سوليبيفير دواء طورته جيلياد ساينس. هاد جيلياد ساينس خرجته في ميريكان ب 85,000 دولار، 85 مليون في ميريكان. 85 شحال فيه من حبه؟ التريتمون كامل ديالو تريتمون 85 مليون. ديك الساعه ما شنو كيداوي هذا؟ اش كيداوي ديال ليباتيت سي. ما سجلاتش جيلياد في المغرب. ديك الساعه الجمعيه المغربيه لحقوق الانسان ولا اس ديال السيده والاي تي بي سي هذو اللي رفعوا دعوه حتى هما. هاد لو جروب دو طرافاي اللي كنخدموا بشكل مجموعي. تجمعنا حنا بثلاثه وعطينا رساله للوردي قلنا اللي راه خرج واحد الدواء جديد ديال الكبده، راه جيلياد باقا ما سجلاتش في المغرب. دابا شوف لنا شي جينيريكور ديال المغرب يسجل لنا هاد الدواء باش نقدروا امبورطيو قبل ما تسجلوا جيلياد ساينس. ماشي مشكله، ولكن عندي مشكل هي انه خصو يخرج في لا ليست دي ميديكامون ايسونسييل واحد اللائحه كتخرجها لو ام اس. درنا هاد الخدمه، مشينا لو ام اس ودار البليدوي وخرجت. ديك الساعه كانت تشانغ هي المديره وخرجت في لا ليست دي ميديكامون ايسونسييل. رجعنا عند الوردي قلنا لي شي هاد الدواء اللي كيدير 85,000 دولار وفي اوروبا ديك الساعه فاش خرج في اوروبا كيدير 76,000 اورو، راه ما مقيدش في المغرب وراه تشانغ خرجاتو في لا ليست ديال لي ميديكامون ايسونسييل. دابا في المغرب اش غنديروا فيه؟ قال لك انا ما عندي مشكل ولاد الشعب وهذا. قلنا ليه المقترح ديك الساعه كان ديالي انا اننا مستعدين نوريوك منين تشريه وكل شيء، ولكن دير ليه 800 درهم الثمن ديالو. قال لك واخا انا ما عندي مشكله. خلانا مشينا من هنا عطيناه لي دوني، ها لا ماتيير بريمير منين، ها كيفاش التسجيل هذا خرجوا ب 3000 درهم. باش خرج هو كان موعدنا 800 درهم وعطى التزام. ولكن ربما تكون شي ظروف قاهره. كاينش ظروف قاهره. انت عطيتيني الالتزام، انا اللي وريتك ملي غتجيب لا ماتيير بريمير وكتبقى انت محرج لان كيما وريتي لا ماتيير بريمير راه يمكن تكتب لديك الشركات لا ما تعطيهمش. ولكن شنو فين مصلحته؟ هذا سولوه هو شحال ربح فيها الوردي. طبعا كاينش حاجه كدار فوق. ويقال بانه احسن وزير صحه في تاريخ المغرب. هضره خاويه اعلاميا. لان حتى داك البيس دو بري دوك التخفيضات ديال دار تخفيضات بزاف الادويه. انا بشحال هبط الدواء 3%. كلشي على كلشي 3% هي اللي هبطات. قلنا اللي دابز معنا غير على التيفيا نحيدوها. الا حيدنا التيفيا غنهبطوا الدواء ب 7%. قرار سياسي واحد. التيفيا شحال حنا عندنا؟ 7%. فرنسا شحال؟ هذه اللي كتعجبني 2.5 ولا ما شي حاجه هكا. هذه اللي كتعجبني. انا تنقول لك لا 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 عافاك. شوف بلاتي كتكون شي نقطه لا عاود وزيد عاود. التيفيا في المغرب شحال؟ لا 7%. وفرنسا 2.5. وحنا المغاربه 7. صافي زيد. قلت لك ها هو هذا نوع ديال العمل ديال المجتمع المدني. جبتي لي كاع لي برودوي ها بشحال بدا علينا. لا حكا لا ماتيير بريمير ديك الساعه كانت تدير 10,000، كانت تدير ديك الساعه 10,000 دولار الكيلو. في التريتمون كامل كتحتاج شي 2.5 غرام. دائما في اطار التخفيضات راه تا هو هبطوا لي هاد الايامات الثمن ديالو في هاد البلدان هبطوا ليه دوزوه من 3000 ل 2500 درهم. 500 درهم حيدت 500 درهم. ولكن لا ماتيير بريمير داز من 10,000 ل 4,000 دولار للكيلو. يعني كان خص على الاقل نهبطوا ل 1000 درهم حد ادنى. صحيح. اذا هنا فين كتجيك السياسه ديال الدوله خصها تخدم.
واخا نمشيو للحل الاخر عزيز باش نسدلوا الستار. قلت لك الا ربحنا هذه المعركه كاع الدواء ديال الكونسير نهرسوا لهم لي بروفي ونبداو. نقطه اخرى كذلك هي الاخرى هي هادشي ديال لي جينيريكور ديال المغرب، الادويه الجانسه، الضعف ديال استعمال الادويه الجانسه الغاليه باش الناس نبسطوا الدواء فاش كيكمل البروفي ديالو كيولي يتصنع. الان حنا اش كنصنعوا في الادويه الجانسه؟ كنصنعوا فقط الدواء اللي كيتستهلك بزاف. فاش ولينا كنديروا لي جينيريك في المغرب بدات كتطور. شحال ربحنا؟ شحال ربحنا 22 مليار درهم غيان في ليوتيليزاسيون ديال لي ميديكامون جينيريك. كون ولينا كنديروا لي جينيريك في الدواء ديال الكونسير حتى هو هذا الدواء اللي كيدير مثلا بلاص من 5 مليون غيولي يدير 800 درهم لنا ان جينيريك، غادي نوليو نربحوا كل سنه 45 مليار. 45 مليار في كل سنه الا ولينا كنجينيريكيو. لا درهم ولا سنتيم؟ درهم. 45 مليار درهم اللي غيربح المغرب. لا ديولي يربح الا درنا شنو؟ الا درنا لي الادويه الجانسه ديال لي ميديكامون دو الكونسير. وكاين هذه الامكانيه؟ طبعا كاينه. لان تنقول لك دواء كيدير 5 المليون كتبيعو ب 800 درهم، شحال كتربح فيه الدوله؟ شحال كتولي لها؟ على سماش ما بين 5 المليون و 800 درهم. راه كتربح تقريبا 47000 درهم ولا 43000 درهم اللي الدوله طبعا اللي كتربح الصناعه الدوائيه في المغرب. وقيس على ذلك الدواء كاملين ديال الادويه ديال الكونسير، ولكن ما عندناش هذه الاراده السياسيه. واخا عزيز دونك كنظن غنتوقفوا عند هذا الحد هذا، غنناقشوا واش يمكننا نصنعوا الدواء. هي كاينه هذه الامكانيه في المغرب. بغيت نشوف لان بزاف كيقول لنا المغرب ما عندوش هذه القدره. ثم غنشوفوا في محطه اخرى وهذه كذلك مهمه، كم تكلف عمليه الاستشفاء او ديال العلاج المغربي من كيدخل للسبيطار؟ الكلفه واش هي معقوله او غير معقوله؟ تعيدنا بذلك. كنشكرك عزيز، نتمنى نتلاقاو في اسرع وقت. بهذا متتبعات ومتابعي القناه نكون قد اتينا الى نهايه هذه الحلقه. نشكر لكم طيب المتابعه والى اللقاء.